يا سلام لو تحطوا عليه هوت صوص. اتفرجوا بقى على المنظر والجمال. بصوا ايه العظمه دي. اهلا بيكم في اكله وضحكه. مين قال ان السندوتش النباتي ممل؟ النهارده هنعمله بالخضار المشوي والمازوريلا النباتي السايحه. جاهزين نشوف ازاي؟ يلا بينا. دلوقتي هنقول على المكونات اللي احنا هنستعملها. اول حاجه انا جبت طاسه عشان هدخلها الفرن. هحط فيها مشروم. انا مقطعه المشروم رفيع اهو. حطي الكميه اللي انت عايزاها. شويه فلفل اخضر كمان مقطعاه رفيع، وشويه بصل متقطع برضو شرايح رفيعه، وزيتون اسود. ادي كل المكونات. نيجي بقى عند البهارات. ونسيت اقول لكم انا جايبه فلفل احمر مدخن، ده هيدي طعم حلو في الساندوتش. وهننزل برشه ملح، ونص معلقه صغيره توم باودر، ونص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه من الحبهان والبقدونس المجفف. هو ده بس كده اللي هنحطهم. وهنزل بشويه زيت زيتون بتاع 3-4 معالق زيت زيتون، وهنخلطهم حلو قوي. عايزين المواد كلها تتغلف بزيت الزيتون. ودلوقتي بعد ما قلبتهم حلو بصوا منظره. هدخله الفرن على 370 درجة فهرنهايت لمدة ربع أو تلت ساعة. أهم حاجة مش عايزة سوائل فيه، وتقلبي فيه. ممكن تطلعيه في النص وتقلبي فيه، أنا مش عايزة سوائل. ودلوقتي الخطوة التانية اللي هنعملها أثناء ما الخليط في الفرن، هنجيب عيش صب هنقطعه من النص اهو. ودلوقتي انا جبت زبدة نباتي وحط عليها ريحان باودر وبقدونس باودر وكمان توم باودر. قلبته حلو وهدهن بيه رغيف العيش، هدهنه على الناحيتين. ودلوقتي هدخله الفرن. انا عايزاه ياخد تحميسة من فوق ومن بره. ودلوقتي ادي منظر الخليط بعد ما طلع من الفرن. ملاحظين مفهوش نقطة مية، مش عايزين سوائل عشان ما يعجنش. ودي اهم حاجة، معلقة كبيرة من الخل نحطها على الخليط بعد ما طلع من الفرن، بيغير طعم الساندوتش. وادي منظر العيش بعد ما دخلته الفرن عشان ياخد تحميسة. سامعين الصوت؟ دلوقتي هحط الخليط على العيش. هحط عليه شوية جبنة نباتي وهدخله تاني الفرن وهو مفتوح عشان الجبنة تسيح. ادي هنحط جبنة. هروح ادخله الفرن يا دوبك الجبنة تسيح. دلوقتي ده منظره بعد ما دخلته للمرة التانية عشان الجبنة تسيح. الجبنة. ودلوقتي اخر حاجة هنعملها، هنحط طبقة مايونيز. هنحط شوية خس اهو، وكمان كام شريحة طماطم. ولما تيجوا تلفوه في ورق فويل بلاش تلفوا في ورق الفويل على طول، حطوا ورق زبدة او ورق من بتاع السندوتشات عشان السندوتش سخن مع ورق الفويل ما يعرقليش العيش والعيش يعجن. دلوقتي اللحظة الحاسمة، هنقطعه. عايزاكم تشوفوا المنظر. بصوا الجمال. خلينا نجربه. رائع، هيبقى ادمان عندكم. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، واشوفكم المره الجايه. يلا باي.